بينما أنا دايز في الشارع، دازوا قدامي واحد جوج د البنات، قالت وحدة لوحدة صاحبتها، قالت لها: ايوا اختي ان الله جميل يحب الجمال. اخذوا جزءا من هذا الحديث او نصف هذا الحديث يتداوله الناس يعني في المجتمع. هما يعني ما كيجيبوش الحديث كامل، كيجيبوا على النص في الحديث وكيبقاو يقولوا ان الله جميل يحب الجمال. واحده وجهها مطلي محري، كايبه شكاره د الطحين على وجهها، وخاويه 5 يطرو ديال المكياج على وجهها، وتظن المسكينه ان هذا الجمال يحبه الله سبحانه وتعالى. او تلبسين سراويل حازقه لاصقه، وكظن مسكينه بان هذا جمال، ان الله جميل يحب الجمال. الحديث النبوي قال عليه الصلاه والسلام: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. جاء ردا على صحابي خشي أن يكون اهتمامه بمظهره، ثيابه ونعله. خاف هذا الصحابي أن يكون الكبر هو أن يلبس كيف ما كنقولوا حنا سبرديلة زوينة غالية، سباطري، تلبس حذاء غالي، حذاء زوين، حذاء نقي، حذاء، والثياب يعني يلبس شي ثياب انيق. خاف على راسه انه يكون هذا الشيء هذا من الكبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام اجابه ورد عليه، قال له عليه الصلاه والسلام: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. معناه ان الله سبحانه وتعالى له الجمال المطلق في ذاته وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى. المقصود بالنسبة للعبد، الله يحب من عبده أن يغتني بجمال ظاهره، نظافة الثياب، حسن المظهر، وطيبة الرائحة، وجمال الباطن، طهارة القلب وحسن الخلق. تجمل ليس كبرا، بل هو إظهار لنعمة الله. الكبر بطر الحق، قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق. هنا يضع النبي عليه الصلاة والسلام التعريف الحقيقي والدقيق للكبر، حتى لا يخلط الناس بينه وبين حب الأناقة. بطر الحق هو رد الحق وعدم قبوله ترفعا واستعلاء. المعنى أن يرى الشخص نفسه فوق النصيحة، فإذا نبهه أحد لخطئه أو دعاه للحق رفض. هذا هو الكبر، هذا هو بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس. أن يرى الشخص نفسه فوق النصيحة، فإذا نبهه أحد لخطيئته أو دعاه للحق رفض، ذلك تكبرا لأن القائل في نظره أقل منه شأنا. وغمط الناس هذا هو الركن الثاني للكبر في الحديث. غمط الناس هو احتقارهم وازدهارهم والنظر إليهم بعين النقص. المعنى أن يرى الإنسان نفسه أفضل من الآخرين، فيسخر من هذا ويستصغر ذاك، ظنا منه أنه يتميز عليهم بمال أو نسب أو جاه. خلينا هنا نشير لواحد النقطة جوهرية. الحديث النبوي هذا الحديث يفرق بوضوح بين الأناقة، وهي مطلوبة محبوبة، وهي مطلوبة ومحبوبة، وبين الاستعلاء وهو الكبر المذموم. فهمتم الآن أيها الأحبة الأعزاء؟ حتى ما يبقى الإنسان فاهم من هذا الحديث معناه أن الإنسان يلبس حوايج مقطعين، حتى ما تلبسش عليكم الأمور وما تفهموش
هذا الحديث أو جزء أو نصف من هذا الحديث فهم غلط، وتلقى واحدة تخوي المكياج. دابا كنشوف انا النساء والعياذ بالله تعالى المراه ما تقدرش تشوف فيها المكياج، ما بقاش تشي المراه مثلا هي كدهن وجهها هكا، ولا المكياج طاج فوق طاج. ثم يقول لك ان الله جميل يحب الجمال، وتقف عند نصف الحديث وتفهم الحديث على غير مراده، تفهم الحديث بفهمها الخاص، بفهمها الأعوج. لكن علينا أن نفهم الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بفهم سلف الأمة. الإنسان خصو يكون شوية كيخدم عقله، ماشي أنت أختي عاملة في حالتك حالة حتى الشيطان بعض المرات يقول أعوذ بالله، ما شنو هذه المصيبة هذه؟ فهمتي؟ الشيطان يتعجب مما يفعل بني آدم في هذا الزمن هذا، راه مشكلة. الجمال أن الإنسان ينقي راسو، يتهلا في راسو، يعتني بالمظهر ديالو، يلبس زوين، يصبن حوايجو، يتهلا في راسو، يلبس ملابس أنيقة، فهمتيني؟ ولكن ماشي هاد الملابس كيف ما ذكرنا سلفا ان الانسان كيدير ديك الشيء كبرا، يعني باش يتكبر على الناس او باش يبان على الناس او باش لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس.